هلو هلو، ازيكم يا حلوين؟ وحشتوني. النهارده سفرتنا حاجه كده سايحه ونايحه على رأي الشيف هلا نوره حبيبتي. سفرتنا النهارده حلوه قوي قوي. هنعمل النهارده بيكاتا بالمشروم مع بطاطس بيوريه بالجبنه الموتزاريلا وشويه خضار سوتيه ورز ابيض. من كتر حلاوه الاكل بصراحه ما كنتش قادره اسيب الطبق. اول حاجه عندنا واهم حاجه نقول بسم الله ونبدا. عندي هنا كيلو من اللحمة البتلو الصغيرة متقطعة بيكاتا شرايح كده زي ما انتوا شايفين. القطعية دي انا جايباها من وش الفخدة. تمام. احسن حاجة للبيكاتا انك تقطعيها يا اما زي البوفتيك يا اما زي قطع الشاورما كده، ما تبقاش رفيعة قوي ولا تخينة قوي. طبعا هنا عندي لون اللحمة فاتح لان دي لحمة بتلو، لكن طبعا لو لحمة كندوز او اي لحمة بقري عادي يعني مش هتقول لا، بس انا اخترتها بتلو عشان خاطر تستوي بسرعة. ومعايا بصل وثوم، ونروح كده على ووك ننزل بحته سمنه بلدي او حته زبده تسيح كويس كده وتبقى الووك سخنه، وابدا انزل بقطع اللحمه واحده ورا التانيه عشان تاخد صدمه والمسام بتاعتها كلها تتقفل وما تفقدش ميه كتير، تفضل كده معايا اللحمه جوسي. بالراحه كده شويه شويه تنزلي اللحمه بتاعتك، وهنشوف التوابل والبهارات اللي هننزل فيها بعد كده ايه. طبعا البيكاتا من الاطباق المشهوره جدا جدا وبنجيبها بره بتبقى اسعارها غاليه قوي، فمفيش مشكله ابدا ان احنا نقدر نعمل الطلبات اللي بنطلبها بره في البيت. هتبقى احلى وهتبقى اوفر وهتبقى القيمه الغذائيه بتاعتها انت عارفه بتحطي ايه لاولادك ومستخدمه ايه بالظبط. فنحاول نتعلم كل حاجه ونجرب في البيت. اكيد اكيد يعني عمرها ما هتبقى وحشه وهتفيدنا وهيبقى حاجه جديده جربناها لاولادنا. هنا نزلنا بشوية ملح على اللحمة بتاعتي، هنزل برشة فلفل اسود. خدوا بالكم البيكاتا من اهم توابلها الفلفل الاسود. اقلبهم كده مع بعض، ورشة صغيرة هي المطحون انا بحب احطه عشان بيدي طعم ونكهة. طبعا لو مش عايزة ممكن ما تحطيش، ممكن تحطي جوز الطيب زي ما انت نفسك. هنا هقطع البصل، هقطع هنا البصل كاريه صغير. خدوا بالكم انتوا بتقطعوا لان السكينه بتبقى قويه جدا وممكن تتعوروا زي ما انا اتعورت كده، بس يعني عادي ده حال الامهات. الكلام البنات الصغيرين اللي بيتعلموا شويه شويه. ما تستعجلوش وانتوا بتعملوا الاكل بتاعكم. اهم حاجه ان احنا ندخل المطبخ بالسلامه ونخرج برضو بالسلامه. وانا عارفه ان انتوا كلكم شاطرين ويمكن اشطر مني كمان. هنا صورت لكم البصل بزاويه مختلفه عشان تعرفوا حجم التقطيع قد ايه. طبعا كل ما بيبقى التقطيع اصغر بتبقى احلى يعني، بس انا بحب استمتع زي ما قلت لكم قبل كده في فيديوهات مختلفه ان يبقى الخضار بتاعي كده كرانشي في الاكل، بيدي طعم وقيمه غذائيه بتفضل متحافظه عليه. قطعنا البصلتين وهنفرم كمان راس الثوم وهنشوف هنستخدمها في ايه. هنا خلاص اللحمه بتاعتي استوت وشربت الميه بتاعتها. هشيلها من الوok بتاعتي، وفي نفس الوok مش هجيب وok جديده ولا حاجه وانا قصدي اعمل كده. هنزل بباقي المكونات. شايفين هنا الصوص اللي نازل من اللحمه انا قصدي اسيبه. نزلت هنا بحته زبده تاني او سمنه بلدي او سمنه او شويه زيت زي ما تحبي، اللي متاح عندك استخدميه، ما تخليش حاجه توقفك. وهنزل هنا تقريبا بنص كوبايه دقيق، يعني نقول مثلا 4 معالق يعني من بتوع الاكل العاديين. هبدا كده اقلب فيهم في الزبده اللي عندي. شايفين اللون؟ لون الدقيق على طول اخد كل الحاجات اللي لسه باقيه من اللحمه والتحمير بتاعها في الوok، وبدا لون الدقيق يبقى بيج. هنزل هنا بشويه زيت عشان بس افك الدقيق ما يبقاش فيه تكتلات. انا هنا مش بعمل بشاميل، انا هنا عايزه اعمل صوص كريمه يشبه صوص الجريفي شويه علشان خاطر البيكاتا تنزل فيه بعد كده مع المشروم اللي انا هحطه. طبعا احسن حاجه تستخدميها مع البيكاتا المشروم الفريش، واحسن نوع هيبقى البورتوبيلو اللي هو لونه بني، بيليق جدا جدا مع الاكله دي. لو ما عندكيش بورتوبيلو مشروم ممكن تجيبي المشروم الابيض العادي مش هيقول لا. انا النهارده ما كانش عندي لا بورتوبيلو ولا المشروم العادي الابيض، انا ما لقيتش عندي غير مشروم معلب. طبعا هو مش احسن حاجه في الاكل بس ده اللي متاح عندي، وانا زي ما قلت لكم بحاول على قد ما اقدر اخلي وصفات المطبخ سريعه وسهله ومفيش حاجه توقفنا. هنا انا جمعت ما بين نوعين مشروم متقطع سلايسز والنوع التاني كان صحيح كده.
انا بحب المشروم يكون صحيح على بعضه جدا، بحس ان طعمه اقوى وبيبقى طعمه باين قوي في الاكل. هشوح هنا المشروم مع الدقيق. هنا بقى انا عملت غلطة كبيرة جدا، انا مش عارفة نسيتها ازاي بس اتصرفت، ودي شطارة كل ست فينا، لما تغلط غلطة في الأكلة ما تبوظهاش وتقف وتقول أنا هعمل إيه، تحاول تلاقي بديل. أنا هنا كنت مقطعة معاكم بصل وتوم، المفروض كنت أنزل عليه مع الدقيق والمشروم وأشوحهم قبل ما أنزل باللبن أو بالمرقة اللي أنا هعمل بيها الصوص، أو حتى بالمية اللي انت عايزة تعمليه بطريقتك. طبعا هنا أنا نسيت خالص، فهشوفوا هحلها ازاي. أنا هنا ضفت الحليب وهبدأ أقلب عشان الدقيق بتاعي ما يبقاش فيه تكتلات بالسباتولا او بالويسك، شوفي انتي اللي متاح عندك ايه. اهم حاجة يبقى الصوص بتاعي ما يكونش فيه تكتلات. وحتى لو انتي لقيتي الموضوع بتاع معاكي الصوص بقى تقيل، عادي جدا شوية مية سخنين وزودي عليه هتلاقيه فك معاكي وبقى بالقوام اللي انتي عايزاه. هنا طبعا زي ما انتوا شايفين اللون لسه فاتح، وانا ما حطيتش البصل والثوم، جريت بسرعه جبت وك تانية نزلت فيها بحته زبده صغيره، ورحت نازله بكميه البصل اللي عندي علشان اكرمله على قد ما اقدر، واقوم نازله بتقريبا 4 فصوص من الثوم. ايوه الثوم مع البصل بيدي طعم حلو جدا 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 لصوص البيكاتا. طيب هنا خلاص احنا شوحناه وشايفين لونه بقى حلو ازاي، لا هو ني ولا هو متحمر مقلي، لا انا عايزاه يكون داب يعني في دبلان كده، بدأ يبقى لونه شفاف. طبعا لو عندك بصل ابيض حطي، انا هنا مستخدمه بصل احمر، انا بحبه في الاكل قوي اكتر من البصل الابيض. البصل الابيض مش وحش بس ليه استخداماته يعني في اكلات تانية. شوفوا هنا اللون المشروم عندي، نزلت بمكعبين مرق لحمه، قصدي عفوا لون الصوص. هنزل بقى دلوقتي بالثوم مع البصل، هنبدأ نلاقي ان لون الصوص بدأ يتقل اكتر ويغمق. طيب احنا يا مرمر في المطاعم بره بنلاقي صوص البيكاتا بني براون، انت هنا عندك الصوص فاتح ليه؟ ايوه هقول لكم ليه. اولا صوص البيكاتا بيستخدموا فيه حاجة اسمها صوص المحار، وبيستخدموا كمان حاجة اسمها الورشستر صوص. النوعين دول حلوين جدا جدا في الاكل، مش هقول لكم لا، وبيدوا اضافه وبيدوا طعم، ممكن كمان تحطوا معلقه مستردة، بس هم سعرهم غالي حبتين، وانا ما كانوش عندي اصلا متاحين في البيت وما حبيتش احطهم، لان مش كل الناس اللي بتتفرج عليا تقدر يكون متاح عندها او تعرفوا او يجيبوه، فاحنا ندبر امورنا باللي موجود ومتاح عندنا. والله اللي عندها الورشستر صوص او صوص المحار حلو جدا، تحط معلقه من ده ومعلقه من ده هيبقى حاجه هايله، وهيدي طعم وهيدي لون للصوص احلى واحلى. انا ما كانش عندي، استكفيت بس ان انا حطيت زي ما معلماكم النينجا بتاعتي علبه كريمه خفق، انا بحبها جدا جدا. لو ما عندكيش حطي حته قشطه، حطي شويه كريمه لباني، حطي كريمه طهي، يعني اعملي اللي انت عايزاه، ممكن ما تحطيش خالص هيبقى برضه طعم الصوص حلو جدا. ودلوقتي رشه جوز الطيب كده نزلت بيها مع شويه فلفل اسود تانيين عشان اقوي طعم الفلفل. اتأكدت كده ان قوام الصوص بتاعي تمام زي الفل. لو القوام ده بالنسبة لكم تقيل ممكن تخففوه اكتر بشوية مرقة زي ما قلت لكم، او شوية مية او حتى شوية حليب. ودلوقتي هنزل بكمية اللحمة اللي عندي على الصوص، هتوطي بقى النار تخليها كده تندمج مع الصوص بتاعك على قد ما تقدري، هتاخد بقى من الطعم بتاع البصل والثوم وطعم المشروم، كل ده هيتدخل مع بعض مع تتبيله اللحمه اللي احنا عاملينها. طعم كان حلو قوي. انا هنا لقيته تقيل هخففه شويه وهطفي النار وهخليه على جنب، وابدا اشوف الوصفه اللي بعدها. هنا تمام. ندخل بقى على احلى ماش بوتيتو ممكن تعملوها في الحياه. انا هنا عندي بطاطس على حسب الكميه اللي انت عايزاها، انا تقريبا هنا كان عندي 5 حبات بطاطس قطعتهم مكعبات كده زي ما انتم شايفين، وعندي حليب انا هسخنه مع بصله صغيره هكون منغزه فيها قرنفل، حبوب قرنفل كده، وورقتين لورا، وهحط الحليب ده على النار. هتقولوا لي ليه يا مرمر؟ الحليب ده لما بيطلع طعم القرنفل والبصل واللورا بيدي طعم حلو جدا جدا، لما بس بيه البطاطس بيبقى طعمه حلو قوي، بيفرق جدا جدا في الطعم. طيب هنا الحليب معايا سخن، وانا سلقت البطاطس تقريبا اخدت 20 دقيقه مع شويه ملح. هعمل كده تيست للبطاطس، هاخد مكعب واهرسه بالشوكه، لو لقيتيه نزل اتهرس معاكي بسهوله تعرفي ان هي كده بقت تمام. خلاص
نصفيها ونحطها في البايركس اللي عندي، وهبدأ انزل بشوية الحليب شوية شوية، مش هحط الكمية كلها لغاية ما اشوف قوام البطاطس اللي انا عايزاه. انا مش هعملها هنا بالهاند بلندر ولا هعملها بالخلاط او في الكبة، لان هيبقى فيها عرق ومش هتبقى حلوة. هنا نزلت بحتة زبدة وهبدأ اعملها كده بهرسة البطاطس اللي عندي. حلو جدا. زودي الحليب شوية بشوية، مكعبين جبنة كريمي هتديها طعم حلو قوي قوي قوي. لو مش عندك مش لازم، مش هتقول لا يعني. وتبدأي كده تفركي فيها شوية بشوية. وهنزل هنا برشة كريمة طبخ او كريمة خفق، بتديها بقى دسامة وتبقى منغنغة كده بالكريمة، فعلا بتبقى خطيرة. رشة الملح ورشة الفلفل الاسود، طمنت ان هي بقت كلها كريمي. دلوقتي هنضف البايركس وهنزل على وشها باقي كريمة الطهي اللي عندي او كريمة الخفق، وبقى شوية جبنة موتزاريلا او شوية جبنة تشيدر زي ما انت عايزة، بس انا بحبها قوي بالجبنة الموتزاريلا. وعلى الفرن تحت الشواية، يعني مش هتاخد منك 10 دقايق او ربع ساعة بالكتير لغاية ما وشها يحمر. وزي ما هتشوفيها هي دلوقتي، شايفة اللون بتاعها حلو ازاي. انا طبخت النهارده مع وصفتي شويه رز ابيض وشويه خضار سوتيه. ما عملتش في الخضار سوتيه اي حاجه غير باقي كميه الثوم اللي عندي مع شويه ملح وفلفل، وسلقتهم على شويه ميه صغيرين. اتبخرت الميه وعملت رز ابيض زي ما انتوا عارفين، وكانت سفره هايله. دلوقتي زي ما انتوا شايفين هنغرف بقى الطبق بتاعنا. حطيت البيكاتا مع شويه الرز الابيض والخضار السوتيه. شايفين الجراتان بتاع البطاطس البيوريه او الماش بوتيتو زي ما بنقول، كانت تحفة، كانت كريمي قوي، الجبنة الموتزاريلا سايحة. والله كانت أكلة حلوة جدا. أتمنى تعجبكم، ويا رب يا رب كده كل أي حد في أي حتة يعم عليه السلام يا رب والأمان. اعملوا الحاجة بحب هتوصل لأحبابكم بحب. حبيت كده الطبق دوت يبقى عملنا تغيير في المود زي ما بنقول، حاجة جديدة وجميلة. يا رب تنال اعجابكم. لو بتتفرجوا علينا لغايه دلوقتي يا ريت لايك وشير وسبسكرايب، ولو بتشوفوني عن طريق الفيسبوك او التيك توك يا ريت نعمل فولو. بحبكم جدا جدا، وباي باي، مع السلامه.